الحياة مش دايما على حال، يوم فوق ويوم تحت، والعكس. ممكن تبقى تحت تطلع فوق. اللي حصل معايا ان انا كنت فوق، فجأة لقيت نفسي تحت. ومش هو ده اللي مضايقني، ومش هو ده اللي خلاني اطلع احكي القصة. اللي خلاني اطلع اتكلم دلوقتي اللي حصل واللي هحكيه لك قدام شيء فوق الخيال. ف هاخد كوباية شاي، اطفي النور، وتعالى احكي لك اول قصة من محكواتي. اخترت انها تكون قصتي انا، محمد محمود. انا محمد عايش مع اسرتي مكونه من 5 افراد: ابويا وامي واخواتي الاتنين. في الاول الحياه كانت عاديه جدا وكانت جميله، مش عاديه بس. كنا عايشين في مكان كويس جدا، ووالدي كان شغال في بنك، وكان القبض كويس وكان مكفينا وزياده. ما كانش في حاجه الواحد بيتمناها الا ما يلاقيها بالفعل. لكن زي ما قلت، الدنيا عمرها ما بتفضل على حال. في يوم كنت نايم، لقيت والدتي بتصحيني كالعاده، مش حاجه جديده، لكن الغريب يومها ان هي كانت مرعوبه. انا والدتي ست قويه جدا، كانت خايفة وعمالة تقول لي الحق أبوك بيموت، مش قادر يتنفس، وشه أزرق. وطلبت له الإسعاف. أنا صحيت في حالة من الخوف والذعر طبعا، وتناحة، مش قادر أفهم أعمل إيه. فخدناه وجرينا بيه على المستشفى بالفعل، واتضح إن هو عنده سد رئوية، واتحجز في العناية المركزة. اتحجز لمدة 2 تقريبا في المستشفى، وده تسبب في إن البنك ما يقدرش إن هو يستحمل إن الموظف اللي في المكان ده أو اللي في المركز ده يفضل غايب لمدة 2 فاترفض. طبعا من هنا ابتدت حدوتة تانية للقصة بتاعتي. يعني كل اللي فات حاجة، كل اللي جاي ده حاجة تانية خالص. زي ما قلت لكم ان انا كنت عايش في مكان جميل ومنطقة نظيفة جدا، كان بدل العربية فيه 2. اضطر والدي من بعد ما خرج من المستشفى ان هو يبيع كل الحاجات ويبيع كل اللي وراه واللي قدامه عشان يقدر يعيش الفترة الجاية، لان اتصرف فلوس كتير جدا في المستشفى. بعنا الشقة وبعنا كل اللي ورانا واللي قدامنا. طبعا والدي اتصرف التصرف ده عشان خاطر يقدر يعيش الفترة اللي جاية، لأن الفترة اللي جاية كانت هتبقى صعبة والفلوس كلها اتصرفت في المستشفى. ففي ظل ان احنا بندور على شقة، وندور على شقة طبعا نأجرها مش هنقعد فيها، جه خالي اقترح علينا تعالوا اقعدوا عندنا في الشقة دي بتاعتي، كده كده في العمارة اللي هي بتاعت والدتي واخواتها. وهنا حصل كل حاجة غريبة. رقم 1، العمارة كانت في حارة في حدائق القبة، وقلنا مش مشكلة، عادي مفيش مشكلة، لأن دي كده كده المنطقة اللي اتربينا كلنا فيها، ووالدتي اتربت في البيت ده، فعادي. وكده كده كان خالي وأولاده موجودين، ودول كانوا شبه أصحابنا يعني، فكانت الدنيا أحسن شوية بالنسبة لنا. قلنا مش مشكلة، هتعدي. عدى يوم والتاني والتالت ومفيش أي حاجة حصلت، وكلنا طبعا يعني محدش فينا مشغول بأي حاجة أصلا، كلنا بنحاول نتخطى اللي حصل ده، كل واحد بطريقته. طبعا أنا نزلت لأصحابي لأن كان عندي أصحاب كتير جدا في المنطقة. اختي اضطرت انها تنزل تقعد مع ولاد خالي وخلاص يعني. كل واحد فينا بيحاول يعمل حاجة تخفف عليه اللي حصل. لحد ما في يوم والدتي طلبت مني ان انزل اجيب شوية حاجات، كانت على الساعة 7. المعروف عن خالي ان هو بيطفي النور بتاع العمارة كلها الساعة 8، فكان قدامي يا دوب ساعة يعني. نزلت اجيب الحاجة، قابلت واحد صاحبي قعدت معاه شوية طبعا، ونسيت الموضوع يعني. بقيت 3 ايام بس في الشقة يعني، مش طبيعي ان انت تطفي النور الساعة 8 يعني. فرجعت، الدنيا ضلمة كحل، مش شايف ايدي، وماسك كرتونه. فتحت باب العماره، دخلت، قلت احط الكرتونه على الارض، بحط ايدي عند جيبي كده بدور على الكشاف عشان خاطر بس افتح اشوف الكوبس بتاع النور فين، او يعني اي حاجه تنور لي، اي حاجه عشان ابقى اشوف يعني. لقيت حد مسكني من ايدي. فتحت الكشاف ابص يمين شمال، ما لقيتش حد. المهم طلعت وقررت ان انا مش هقول لحد اي حاجه عشان مش وقته، وكل واحد فيه اللي مكفيه، فخليكوا زي ما انتم. عدى يوم والتاني والتالت والرابع كمان والخامس، مش فاكر اي حاجه، خلاص نسيت. قلت يمكن انا اللي كان بيتهيألي ولا حاجه، ما اعرفش، مش فارقه. المهم في ليله قاعدين بنتفرج على فيلم كلنا مع بعض، طبعا كنوع من انواع ان احنا يعني نحاول نتخطى اللي حصل. الساعه 1 قاعدين بنتفرج عادي، وسمعت خبطات شديده جدا على الباب.
خدت الكلب وطلعت جاري طبعا على الباب بتاع الشقه، فتحت باب الشقه، سيبت الكلب، الدنيا ضلمه كحل كالعاده، ما لقيتش حد. فببص عند السلم كده شويه، يعني يمكن نزل جري ولا اي حاجه، لقيت الكلب بتاعي بيجري على السلم على قطه على الشباك بتاع السلم، زقها وقعت. جريت طبعا لان دي قطه اروح في الاول وفي الاخر، جريت ابص ما لقيتش حاجه، وقعت تحت اصلا، احنا في الدور التالت والدنيا كحل طبعا برضو، بس ببص ما لقيتش حاجه. فببص على شمالي وانا طالع من على السلم، لقيت وانا داخل باب الشقه ببص جنبي على اليمين، لقيت الحجر بتاع الرصيف الكبير اللي هو اللي محدش عارف يشيله اصلا، واحنا في الدور الاخير، وهو ده اللي خبط في الباب بتاع الشقه، لان كان كاسر حته صغيره كان من تحت. مين شاله ومين جابه هنا، مين رماه على البيت، ما حدش عارف. دخلنا كلنا نمنا بقى خلاص، كده الوقت اتاخر، وقلنا يمكن ما حدش عارف يعني، ما حدش له تفسير بصراحه، كلنا كنا بنكذب على نفسنا، وكله كان مرعوب، بس كله قرر ان هو يخش ينام. ما هتعمل ايه؟ شغلنا قران، وانا دخلت نمت، ومفيش ساعه بالظبط وصحيت تاني لوحدي، يعني ان حد بيمسكني من رجلي. ببص يعني ما اعرفش مين، قلت يمكن اختي بتهزر معايا ولا حاجه. ببص على عند رجلي بالظبط على اليمين، راس شخص معرفوش مبتسم ابتسامه سمجه جدا، مش باصص لي، باصص جنبي. وده اللي رعبني اكتر، خلاني قمت نطيت من على السرير، ببص مكاني ما لقيتش حد، ببص في المكان اللي هو كان المفروض الشخص ده فيه، مفيش حد. خدت المخدة بكل ادب، وخدت اللحاف بتاعي ورحت نمت على الارض في اوضه والدي ووالدتي. تاني يوم صحيت قلت خلاص انا هحكي، واللي خايف يخاف، انا مش هشيل الموضوع لوحدي. حكيت لامي، لقيتها بتقول لي ان هي اصلا عندها حوارات اكبر من حواراتي تقريبا، ان كانت وهي طول ما هي ماشيه في الشقه حد بيفضل يشدها من الهدوم، وكانت بتسمع صوت خبط في الحمام، كانت بتفتكر ان هو انا، لان هي كانت دايما تبقى طالبه مني حاجات اصحى الصبح اجيبها لها، بس كانت فاكره اني بتهرب، فكانت تيجي تفاجئني قدام باب الحمام، اصلا تلاقي باب الحمام مفتوح وانا محدش جوه، وحوار كبير يعني. جت اختي تحكي لنا برضه في وقت ما احنا كنا عاملين نحكي انا وامي، بتقول ان هي كانت في نفس الليله اللي اترمى علينا الطوبه فيها الكبيره دي، ان كان في صوت خربشه على الكرسي اللي جنبها، وكانت هي المفروض متعوده ان الكلب بتاعها بيعمل الصوت ده يوميا تقريبا، او يقعد يلعب يعني في الحاجات اللي حواليه. فكانت تزعل وتقول له بس، وكان يسكت شويه، بقى كده يرجع يعمل نفس الصوت تاني، بس يسكت يرجع يعمل نفس الصوت تاني. في وسط ما بيعمل الصوت قامت عشان تزعق له، بتبص عليه لقيته نايم تحت رجليها اصلا، وعلى الكرسي مفيش حاجه. خلاص يعني ما كانش في وقت بقى ان احنا نفكر في حاجه تاني غير ان احنا نمشي ونسيب البيت، يعني لان اي قرار غير كده كان هيموتنا كلنا للاسف يعني. ما كانش في مكان للكلب، اللي هو الكلب بتاعنا كان كلب كبير شويه، فما كانش ليه مكان. فقررنا ان احنا خلاص هنروح الشقه دي قريبه جدا مننا، وبعد كده انا هاكل الكلب كل يوم لحد ما اشوف له مكان، اللي هو كان فوق السطوح، بس كنت هبني له بيت. فكنت كل يوم اروح اكل الكلب، وكانت الدنيا عاديه، كنت بروح الصبح بدري خالص يعني، قبل ما اروح الجامعه، او انا وانا رايح الجامعه، او اول ما ارجع الليل، ما جايش كل ده. لحد ما جه يوم والدنيا كانت مضغوطه قوي 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 في الجامعه، لدرجه ان انا روحت مثلا اقول على الساعه 5، فوصلت البيت الساعه 6، فكان المغرب جه، الدنيا ضلمه تقريبا. كلمت خالي على امل ان هو يساعدني في الموضوع ده، ان هو يعني ياكل الكلب مكاني، او يشوف يعني يحاول يحل الموضوع. قال لي انا مش في البيت اصلا، مفيش حد في البيت خالص، لان احنا في فرح. قلت له مفيش حد خالص في البيت؟ قال لي اه مفيش حد في البيت. فحرام ان انا اسيب الكلب جعان يعني. رحت خدت الاكل ورحت طلعت اكلت الكلب، وطبعا الدنيا كانت ضلمه كالعاده، فتحت النور الاول، بعد كده طلعت اكلت الكلب ونزلت، والدنيا هنا كانت كويسه. كنت خايف جدا وعمال اقرا قران طبعا طول ما انا طالع وطول ما انا نازل. ثانيه بس كده اشرح لكم البيت عامل ازاي الاول قبل ما اكمل، عشان خاطر تبقوا فاهمين. البيت دورين، كل دور فيه شقه واحده، الشقه في وش السلم او على اليمين بتاع السلم، ما عدا الدور الارضي. مكان الشقه زي حوش كبير فيه اوض، الحوش ده وانت نازل من على السلم هو بيبقى على ايدك اليمين، والباب على ايدك الشمال في طرقه، يعني بتخش شمال في يمين طرقه طويله توصل للباب. خلاص اكلت الكلب ونازل. انا عندي زي عاده كده بحب ابص على الحوش ده، طرف عيني كده المح، بس مفيش حاجه مفيش اي حد، عشان خاطر البيت يعني سايب لي زي صدمه في حياتي، فلازم ابص عشان خاطر اعرف اطلع على الطرقه الطويله دي
عشان ما يبقاش حد بيجري ورايا يعني. يلا المهم بطرف عيني لمحت حد واقف في نص الحوش وثابت. انا قلت يعني لو بصيت بقى بعيني كلها مش هلاقيه وبتاع، ببص لقيته شخص كبير شويه، اقرع قصير، لابس جلابيه، جاي عليا وعنده عرجه خفيفه كده. قلت له السلام عليكم، ما ردش. طبعا هو ما ردش، فانا مشيت في الطرقه سامع خطواته ورايا، مرعوب بس مش عارف ابص، مش قادر ابص، مش قادر. مديت شويه، وصلت الحمد لله للباب، فتحت باب العماره، وانا بقى في الباب العماره لقيته واقف قدامي عند اخر الطرقه. هو واقف ساكت وانا واقف ساكت، ما عرفتش اقول له ايه. قلت له في حاجه يا حاج؟ ما ردش عليا. ما مش عارف كنت متوقع ايه. كلمت خالي، اتصلت بيه في التليفون، قلت له وانت في حد في البيت؟ يعني في حد تبعكوا في البيت مثلا او حاجه؟ قال لي لا يا ابني احنا في فرح كلنا هنا ومش عارف ايه ومفيش حد في البيت. روحت البيت، حكيت لامي الموضوع اللي حصل كله. لقيتها بتوصف لي شكل الراجل، بتقول لي هو قصير كده شويه واقرع ولابس جلابيه. قلت لها اه. فبتقول لي ده مصطفى. قلت لها خلاص حلو الحمد لله، يعني حد نعرفه يعني. ده امال خالي قال لي ليه مش عارف ايه. قالت لا مصطفى ده مات. مات؟ مات ازاي؟ انا مش فاهم. قالت لي مات، كان دخلوا عليه البيت في مرة لقوه ميت ازرق كأنه كان غرقان. ف ما مات. قلت له هو كان مين اصلا؟ يعني مين؟ ايه اللي جابه هنا في العمارة ومش اخوك؟ ماله يعني؟ ايه قصته؟ قالت لي ده ربنا ينتقم منه، كان مأجر الأوضة من ستك وكان بيجي هنا قاعد، كان محترم طبعا في الأول، بعد كده لما ستك ماتت وكله مشي من البيت، فضل بقى يعمل سحر ويأذي الناس ويعمل عمل لي فيها دجال مرة واحدة، وطبعا الموضوع قلب عليه هو ومات. بس الحاجات يعني تقريبا لسه موجودة في العمارة. فكلمت خلاني وعلى اتفاق طبعا، ما ينفعش ان حد يقعد في البيت، يعني حاجة غريبة. فخالي قال لي خلاص هنجتمع مع بعض كلنا ونقرر ان احنا نبيع العمارة كلها. اجتمعوا وجابوا واحد كان هو المفروض المشتري، عجبوا المكان وعجبوا البيت جدا. قال خلاص تمام هنخلص الموضوع، هروح اجيب الورق واروح اجيب الفلوس واجي ونخلص الموضوع، خلاص هيخلص النهارده. طب هتغيب قد ايه؟ ساعة. تمام. عدى ساعة والتانية والتالتة، ما فيش اي مكالمة، ما فيش اي حاجة. طب اتصل بيه انت. طيب يا خالي اتصل بيه ما بيردش. عدى يوم والتاني والتالت، ما فيش. رجعنا كلمناه تاني بعد تقريبا 4 ايام، رد علينا حد وقال لنا ده مات. ما عرفناش نعمل ايه. القرار كان ان احنا كلنا نمشي من البيت وما فيش حد يقعد في البيت خالص، ما عدا خالي هو اللي قرر ان هو يقعد في البيت. لا انا هقعد، مش همشي واسيبه مش عارف ايه. طب خلاص يا عم خليك انت قاعد وكلنا هنمشي من البيت، محدش هيخش البيت ده تاني. وبالفعل مفيش حاجة حصلت تاني من بعديها تقريبا، الا حاجات بسيطة يعني بتحصل كده من الحين لآخر، بس خلاص تقريبا الواحد يعني جاله مناعة. بس دي كانت قصتي انا. يا ريت بقى يعني تبعتوا لي قصصكم، يعني لو حد عنده قصة، حد عنده اي حاجة عايز يقولها يبعتها لنا، وان شاء الله نكتبها بشكل درامي ونظبطها مع بعضينا ونطلعها هنا. مع السلامة.